خلوكم رجال، إن كنتم سلفيين ادرسوا منهج السلف من مصادره الأصيلة وتمسكوا به وعضوا عليه بالنواجذ، ولا تخشوا في الله لومة لائم، ولو انحرف أبوك أو أخوك أدنه. لو كان أقرب الأقربين إليك بين حقيقة ما عندهم. هذا النصح لله، الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله والمسلمين وعامتهم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فين هذه الآية في الأحاديث هذه؟ فين عند هؤلاء يؤيدون هؤلاء؟ فين هذه النصوص؟ فين منهج السلف؟ فين منهج الأئمة القريبين اللي راحوا بالمال وغيره؟ فين؟ بارك الله فيكم. ولم نصلي. فيا بارك الله فيكم، أنا أعرف أن فيه ترويج للفتن والبدع وتضليل وضحك على الدقون كما يقال، فلا يضحكن عليكم أحد كائنا من كان. بارك الله فيكم. والذي يخطئ أخطأ، لو أخطأ ابن تيمية والله يرد خطأ، لو أخطأ ابن باز والله يرد خطأ. هذا منهجنا والله الذي لا إله إلا هو. إن رحت للشيخ الباز قالوا الشيخ الباز هينصح، رحت قلت بلغني أن أخي تنصح، قال نعم. قلت ما هي نصيحته؟ قال نصيحتي لو أخطأ بالإبراهيم ولا بالباز رد عليه، والله الذي لا إله إلا هو. لكن توقف. شوفنا ابن باز كان في أي محاضرة في أي لقاء يقول إنسان كلمة خطأ يرد عليه، وكل الناس يعرفون هذا، كل طلاب الجامعة القدامى يعرفون هذا من الشيخ الباز. ما يترك خطأ إلى يوم، خطأ في صحيفة في جريدة في موقع في أي شيء ابن باز لا يرد عليه. بارك الله فيكم. ويحث السلفيين على الرد ويؤيدهم ويشجعهم. هذا منهج السلف، وأسأل الله أن يثبتنا وإياكم عليه وأن يرزق البصيرة في الدين. إن ربنا سميع الدعاء. وصلى الله على محمد وعلى آله.